الخير، يا رب ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وقادرين نواجه الحياه. النهارده ان شاء الله عشان زي ما انتم عارفين ان انا لسه قاعده في سكن، فمش عارفه اروح البيت، مش عارفه ان احنا نرجع تاني نتكلم زي الاول. فهاخدكم معايا في اليوم بتاعي وهيكون فيه شويه حاجات كتير شويه. وان شاء الله هنتكلم مع بعض عن فتره الكليه، بما ان انا خلاص بتخرج الشهر الجاي ان شاء الله. ادعوا لي بس ان انا اتخرج كده على خير يعني. هنتكلم شويه عن فتره الكليه، وهسال برضو صحابي اللي معايا في الكليه ايه النصايح اللي ممكن يدوها لحد لسه داخل الكليه او في فتره الكليه عموما عشان تستغلوها بافضل استغلال. يلا بينا. واهم نصيحه بالنسبه لي هي ان احنا لازم نحط ليميتس اول ما بندخل الكليه، نتعرف على بنات، انا كبنت بتعرف على بنات جديده وهو كشاب بيتعرف برضو على شباب جديده، واحنا الاثنين بنتعامل مع بعض. لازم نعرف ان الاختلاط حرام، وغير كده فاحنا يعني لازم نحط ليميتس بيننا وبين الشباب. ولازم برضو ان احنا كبنات نحط ليميتس مع البنات التانيين، ولازم هو كشاب يحط ليميتس مع. عموما الحدود شيء جميل، حدود ان انت الناس تحترمك وانت تحترم الناس شيء جميل قوي. شو من ان احنا ندخل شتايم ونتعرف على بعض جامد قوي واحنا لسه في اول سنه في الكليه، وحتى لو احنا تعرفنا على بعض جامد قوي، مهم قوي ان انا بيني وبين العلاقات اللي حواليا يبقى فيها علاقه محترمه، سواء بيني وبين شباب زمايلي او بيني وبين البنات اصدقائي والناس اللي انا بحبهم والقريبين مني جدا. اتعامل بطبيعتي، ولكن ما طبيعتي تكون طبيعه محترمه، فاهمين؟ فلازم قوي حته الحدود ان احنا نحطها مع بعض. انا شايفه ان دي نصيحه مهمه قوي، حتى وان كانت مش باين انها مهمه دلوقتي، ولكن مع الوقت هتعرفوا اهميه النصيحه دي. تعالوا بقى نشوف باقي حاجه. والنصايح اللي انا بقولها مش بس الناس اللي لسه داخلين جامعه، ولكن هي نصايح عامه والناس في فتره الجامعه عموما. مش شرط بس في فتره الجامعه، برضو ممكن في الشغل، في كل حاجه. لازم تكون شخص متفائل وبيضحك ويبص نص الكوبايه المليان عشان الناس اصلا تحبك، ولازم تحوط نفسك بناس متفائله، ناس مشرقه على الحياه. ما الحياه كلنا بنقابل حاجات وحشه، ولكن الشخص المتفائل، الشخص اللي دايما يقول، على الاقل اضحك على نفسك، قول لنفسك انا دايما مبسوط، انا دايما سعيد. بص نص الكوبايه المليان زي ما بيقولوا. حوط نفسك، حاول يعني قدر المستطاع ان انت تحوط نفسك مش بناس محبطين، لان الناس المحبطين هيرجعوك ستيبس كتير قوي لورا. حوط نفسك ناس تخليك قدام اكتر. فمهم قوي البوينت دي، ومهم قوي تاخد بالك من مين الوسط اللي حواليك. قولوا لي مين الناس اللي حواليكم وانا هقول لكم انتوا اشخاصكم هتكون عامله ازاي، شخصياتكم هتكون عامله ازاي. بس كده. فخلوا بالكم قوي من الناس اللي حواليكم، لان هو ده الانبوت اللي بيدخل لكم، فاكيد الاوتبوت اللي هيخرج مني هيكون مشابه للانبوت اللي داخل. بس من الحاجات المهمه جدا في الكليه ان انت تكتسبها هي السوفت سكيلز، فادخلوا نشاطات كتير واتعرفوا على ناس كتير هناك، علشان ده هيهيئك ان انت تتعامل مع تيمز لما تتخرج وتبتدي ان انت تشتغل في شركه. فالنتورك حاجه مهمه جدا خاصه في المجال بتاعنا ده. اتناقشنا شويه قبل التسليم، بعدها دخلنا بقى عشان المناقشه يعني، وتصورنا مع الباشمهندسه، وبعد كده بقى يعني رحت على طول على الشغل عشان ما اتاخرش يعني، فما لحقتش اصور لكم مع ناس كتير. اخر مشروع مع الباشمهندسه. ماشي، شكرا يا باشمهندس. هنا عادي. تنصحي الناس بايه في فتره الجامعه، او لو عايزه تدي نصيحه لفتره الكليه عموما او كده؟ اشتغلوا على نفسكم قوي. ماشي، شكرا يا منون. النصيحه بتاعت منى دي هي من اهم النصايح، ان انت تشتغل على نفسك بره الكليه، خاصه مجالنا انت فعلا لازم تشتغل على نفسك بره الكليه اكتر بكتير قوي من جوه الكليه، وفي نفس الوقت برضو ما تهملش الكليه يعني، مش مع ده برضو. وبرده من اهم النصايح هي ان انت تقوي نفسك في الانجليزي. كل يوم حدد لنفسك حوالي ربع ساعه على الاقل فكر بالانجليزي وطلع جمل من دماغك بالانجليزي، ساعتها حرفيا هيجي كلمات في دماغك كده على طول. فقوي نفسك في الانجليزي، اوعى تهمل البوينت دي، وتعود دايما ان في اي مكان وفي اي ظروف الصلاه عندك تكون اولويه. النصايح اللي فعلا هتفيدكم جدا في حياتكم عموما هي ان انت تجرب كتير قوي. فتره الجامعه هي فتره قبل المسؤوليه، ان انت خلاص بقى اتخرجت وعندك مسؤوليات وعندك ان انت تدفع فلوس لحاجات معينه او ايا كان يعني. مفيش حد مستني منك فلوس، مفيش حد مستني منك دخل معين او كده. فعشان كده فتره الجامعه ليك حق ان انت تجرب كل المجالات. على الاقل انا لما جربت المجالات دي، اي نعم في حاجات هكون ما اشتغلتهاش بس استفدت منها، مثلا اديتنج فيديوهات اليوتيوب وما الى ذلك، فاكيد كده كده فادتني. وعلى الاقل خالص ما بقولش لنفسي يا ريتني كنت جربت المجال ده، يا ريتني كنت عملت كذا، على الاقل كان ممكن ان انا اشتغل فيه، مش عارفه ايه. احساس الندم ده مش بيجي لي لاني اوريدي جربت. فانك تجرب حاجات كتير في فتره الجامعه احسن بكتير قوي من انت تستنى لما تتخرج وتبتدي ان انت بقى تجرب ويكون عندك شغف لحاجات ان بعد الجامعه بتكون خلاص بقى يعني. الحقيقه ما عنديش اي فكره انا بمشي قافله وشي كده ليه، بس حاول تكون شخص مبهج ودايما مبتسم، على الاقل تضحك على عقلك الباطن، تدي الناس طاقه حلوه فالناس تحبك، والطاقه بتبقى مردوده فانت هتبقى مبسوط. اكتر حاجه حلوه في الفتره دي هي ان انت بقيت شخص حر، انت اللي عندك امكانيه ان انت تتحكم في الوقت بتاعك. ممكن بقى تذاكر،
ممكن ما تذاكرش، ما تضغطش على نفسك، ممكن ان انت تضغط على نفسك وتوصل لاهدافك. الوقت بتاعك بقى ملكك. فاكرين مثلا لما كنا نروح دروس، انت غصب عنك بتروح الدروس دي يعني، واهلك غصبين عليك ان انت تروح الدروس دي، لكن انت دلوقتي بقيت في كليه، فالوقت بتاعي ملك. ولكن مهم قوي ان انا افهم ان الوقت بتاعي ما ينفعش يبقى الكليه بس، ما ينفعش يبقى العلم الذاتي بس، ما ينفعش يبقى الاتنين دول برضو بس. لا، انا عندي حاجات كتير قوي، من ضمنها واهمها هي العلم الديني، ان انا لازم اتعلم علم ديني. ممكن مثلا ان انت تحفظ صفحه في الاسبوع، واكتر حاجه هتشجعك على الموضوع ده هي الجماعه، ان انت تكون ليك صحاب وتبقوا مجموعات كده بتشجعوا بعض اكتر على حاجه زي دي. زي ما احنا قلنا البوينت اللي فاتت، ان انت لازم يكون ليك ناس متحوط بيها بتشجعك ان انت تكون شخص افضل وتطور من نفسك. فمهم قوي ان انت تقسم وقتك صح، ومهم قوي تفهم ان الحريه حاجه جميله واجمل بكتير من اللي فات، ولكن الحريه مسؤوليه كبيره، وانت بقيت مسؤول عن نفسك ومسؤول عن وقتك، فدي حاجات لازم تركز عليها برضه. ودلوقتي بقى كنت خلاص روحت، كان عندي كذا بروجكت للكليه، فحضرت كام ميتنج. مهم قوي انك في الفتره دي تتقبل النقد البناء، لانك اصلا لسه بتبني نفسك فعلا، فتطور منها وتحاول تطلع منها احسن فيرجن. اهتم قوي بلينكد ان علشان النتورك، اهتم انك تعمل CV حتى من الاول علشان ده هيبتدي ان هو يتبني كل فتره يعني. اهتم بعلاقتك بربنا، دي اهم حاجه، واهتم ان صحتك النفسيه تكون كويسه، لانك في الاول وفي الاخر برضو انسان، انت مش عايش بس عشان تشتغل يعني. واخيرا وليس اخرا، هتقابل ناس كتير جدا في كل المجال، وهتلاقي ناس تنانين حرفيا. ما تقارنش نفسك بحد، ركز على اهدافك وحط لنفسك اهداف دايما، ما تمشيش في الحياة كده وخلاص. وبعد ما تحط لنفسك اهداف، قارن نفسك بزمان وخلي عندك اوير بالناس اللي حواليك، ولكن ما تعملش مقارنة بينك وبين اي حد، لان هم غيرك وظروفهم كانت غيرك. وحاول تفرح نفسك بانجازاتك مهما كنت انت شايفها بسيطة، على الاقل انت بتاخد ستيبس لقدام. وما تنسوش تخلي بالكم من نفسكم.